بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ دي قناتي سيدة حسن، ولو بقى اول مرة تشوفيها يا ريت ما تنسيش اللايك والاشتراك فيها. تعالوا بقى نشوف مع بعض الميزانيات اللي انا بقولها لكم، ازاي ندبر في الاسبوع حاجة الرز والمكرونة والحاجات اللي احنا كنا بنكتبها في الميزانيات. يا ريت بقى تركزوا معايا كده ونشوف الحاجات اللي احنا بنحتاجها كل اسبوع بننزل نشتريها، عشان دي بتوفر معانا كويس جدا. الحاجات اللي انا اشتريتها دي هقول لكم هي بكام بالظبط وهتقضي معاكم قد ايه. احنا دلوقتي انا مثلا بنزل كل اسبوع، انت هتشوفي بتنزلي كل اسبوع او كل شهر وهتعملي ايه. هتشتري حاجات مثلا كل اسبوع او هتشتري حاجات كل شهر براحتك. انا بشتري الحاجة بالاسبوع، فاحنا النهاردة نزلت اشتريت حاجة الاسبوع اللي هي بتكفيني الاسبوع كله من رز ومكرونة. هنحسبهم مع بعض يا حبايبي. اول حاجة انا جبت 2 كيلو رز. الرز ده بينفعني طبعا طول الاسبوع، لان انا ما باخدش يعني مش كل مره كيلو او حاجه، فاحنا بعاير كده بالكوبايه وباخد ايه على عددنا. يعني ممكن نعمل نص رز، ممكن نعمل اقل من كده كمان. طبعا الرز بينفع في كل جنب اي طبخه، لو هتعملي محشي لو حاجه. ال2 كيلو دول ممكن يمشوا معاكي اسبوع او اكتر كمان، يعني انا عندي بيقعدوا اكتر من الاسبوع. وجبت طبعا ملح عشان الملح اساسي في البيت. لقيت الكيس ب2 جنيه فجبت دول ب10 جنيه، ال5 اكياس دول ب10 جنيه. ماشي يا حبايبي اهو. وكمان جبت بقى انواع المكرونه كلها. يعني المكرونه انا لقيتها النهارده ب22، فجبت نص سباكيتي وجبت نص اقلام عشان لو هنعمل طبعا مكرونه نجرسكو او حاجه، او مثلا مكرونه بالبشاميل. وجبت نص من دي كمان، وجبت نص من من دي. بصوا بقى حبايبي، الكيلو الرز كان ب25، هو كان في قبل كده ب22 بس بصراحة ما لقيتوش، انا لقيت ب25. هنحسب مع بعض كل حاجة عشان خاطر نبقى عارفين كل حاجة بكام. وفعلا ب100 جنيه او باقل هتخزني البيت وهتمليه خير والله. دلوقتي احنا عندنا انا لقيت كيلو المكرونة ب22، فجبت 2 كيلو بس مشكلين، يعني نص ونص. طبعا دول مش بيكفيني اسبوع، دول بيكفيني اسبوع وشوية، يعني اسبوعين ممكن، لان انا مش كل يوم بعمل مكرونه ومش كل يوم بعمل رز، ممكن ناكل عيش في النص. فاحنا دلوقتي جبت نص من كل حاجه زي ما انتم شايفين كده اهو. وجبت ب25 جنيه الكيلو الرز، ادي كده 50، ودول عملوا 44. وبعدين قمت قلت للراجل حط لي كمان ب6 جنيه غلة بليلة. طبعا انتوا عارفين انا جبتها قبل كده، لان دي بتنفع جميلة قوي في الفطار او في العشاء ومغذية جدا لولاد. يبقى كده ال6 جنيه دول بتوع غلة البليلة مع دول كده عملوا 100 جنيه بالظبط. يبقى كده 100 جنيه هتقدر تمشيكي اسبوعين او اكتر. طيب وجبت ايه تاني؟ طبعا ما كانش عندي كمون ولا فلفل، يعني كان عندي حبة حاجات، بس انا بحب ازود دايما في البهارات اللي عندي. فانا هنا جبت ب10 جنيه كمون وب10 جنيه فلفل، هزود على اللي عندي. ما تخليش برطمان الفلفل او الكمون يبقى عندك ناقص، دايما حطي البهارات بتاعتك وجيبي بالزياده، عشان خاطر الحاجات دي لازم يبقى اساسي في البيت. يعني انا دلوقتي جبنا الرز والمكرونه وغله البليله، وطبعا عندي كمان فول انا هطلعه واعمله. طبعا برضو ده بيساعد معانا في مصاريف الاسبوع، او الحاجات دي بتقعد عندي اسبوعين. طبعا كل بيت حسب احتياجاته، انت ممكن دي تكفيكي اسبوع 100 جنيه بس هتشيليها. وخلي بالكم ال100 جنيه دي ممكن انت توفريها من البيت كل اسبوع وتنزلي تشتري الحاجات دي بيها. طبعا اللي انا عارفه ان الاسعار غاليه وربنا يعيننا كلنا على اللي احنا فيه، بس والله يا جماعة اللي ممكن ندبر بأقل حاجة. وبصوا يعني غلة البليلة دي بتنفع كذا يوم على فكرة، يعني ب6 جنيه دول ممكن هتعملي بيهم. انت ممكن لو جبتي ب10 جنيه حبة من بره صغيرين جدا ومش هيكفوا ولادك، لكن ب6 جنيه دول هيعملوا لك حلة كبيرة هتعمليها وتشيلها. طبعا احنا عارفين كلنا طريقتها دي سهلة جدا، بتنقعيها وبتحطيها على النار، وبعدين بعد ما تنقعيها تغليها كده بشوية مية وتسيبيها لغاية ما تغلي وتستوى. وبعد كده
تقومي حطاها في اكياس وحطاها في الفريزر، ولما تعوزي بقى تطلعي تحطي منها على شويه فول، تحطي منها تحطي عليها حبه لبن وسكر، تعمليها بقى عاشوره، تعمليها كده زي المهلبيه الولاد بيحبوها. وجبنا الملح وجبنا الفلفل وجبنا الكمون. كده كل المشتريات دي انا جبت كده ب10 جنيه ملح وب10 جنيه، يبقى كده 130. كده 130 هيكفوا معايا كل حاجات الاسبوع ان شاء الله باذن الله. مش هنجيب حاجه من بره، وان شاء الله باذن الله. لو عجبكم بقى الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناه، واستنوا مني كل جديد وكل ان شاء الله باذن الله تدبير وتوفير هتلاقيها عندي في القناه. انا اسمي السيده حسن ودي قناتي. بحبكم ومع السلامه.